انت عارف ان ضربات الجزاء مش حظ، وتقدر بنسبة كبيرة تعرف مين هيكسب من أول شوطة؟ في الفيديو ده أنا جمعت لكم ملخص أكتر من بحث علمي عن ضربات الجزاء، وهوريكم بالأرقام إزاي تقدر تعرف مين هيكسب في أغلب الوقت، وكمان هنشوف الكلام ده على أرض الواقع في آخر ماتشين كبار كان فيهم ضربات جزاء، ليفربول وباريس، وديربي مدريد في دوري أبطال أوروبا، وهتشوف إزاي ليفربول وأتلتيكو خسروا ضربات الجزاء من أول شوطة. يلا بينا. قبل ما الحكم يعمل القرعة ويشوف مين اللي هيشوط الأول، بتكون نسبة كل فريق 50%، وأول حاجة ممكن تعملها عشان تزود نسبة فريقك هو إنك تختار إنك تشوط الأول. الأبحاث بتقول إن الفريق اللي بيشوط الأول بيرفع نسبة فوزه ل 60.5%، وده اللي باريس وريال مدريد عملوه في ماتشاتهم. السبب في كده هو إن أول لاعب بيشوط ما بيكونش عليه ضغط نفسي قد اللعيب التاني اللي بيكون داخل وهو خسران ومحتاج يجيبها جون عشان يعدل السكور، والضغط عليه إنه يسجلها بيبقى أكتر، والموضوع ده بيبان قوي في آخر ضربات الجزاء. اللعيب اللي هيشوط الكوره اللي هتجيب الفوز بيسجلها بنسبه 92%، على عكس اللعيب اللي هيشوط الكوره اللي هتخسر فيه لو ضاعت نسبته بتقل 60%، وده عشان حاجه اسمها لوس افرجن، واللي هو ان مخك بيخاف من الخساره اكتر مما بتشجع للفوز. تاني حاجه ممكن تعملها عشان ترفع نسبتك في الفوز هي انك تحتفل بزياده لما تسجل. 82% من اللعيبه اللي بتحتفل بقوه بتبقى في الفريق اللي هيكسب، وده بيكون عشان الاحتفال بيدي دفعه معنويه كبيره لباقي فريقك، وبيديهم جزء من الطمانينه والراحه النفسيه، وبيحط ضغط اكبر على الفريق التاني اللي بيحس ان الماتش بيفلت منه. وممكن نشوف ده قوي في ماتش باريس وليفربول. عايزك تشوف فيتيني يحتفل ازاي بعد التسجيل، وقارنه بصلاح اللي بعد التسجيل ما احتفلش وتمشى لباقي فريقه ولا كأنه خسران 4-0، مع العلم ان ساعتها كان السكور 1-1 والفرقتين لسه متعادلين، بس فرق الاحتفالين هيأثر جامد على فرقتهم. ونفس الكلام هنا، شوف جونزالو راموس احتفل ازاي حتى في ماتش الديربي. شوف فالفيردي اللي لو شفته تحس ان خلاص الماتش خلص والريال كسب. تالت حاجة، خلي احسن لعيب من فريقك يشوط الاول، وتاني احسن واحد يشوط التاني، والتالت يشوط التالتة، وهكذا. في نوع مدربين بيخلي احسن اتنين في الفريق مش ورا بعض، وبيعمل الترتيب بين واحد يشوط الاولى والتاني يشوط الاخيره خالص، وهو هنا بيعمل كده عشان يسجل اول واحده ويشجع الفريق، ويسجل اخر واحده ويضمن الفوز. بس النظام ده مش احسن حاجه عشان سببين، اولهم ان كل ما ضربات الجزاء بتطول كل ما فرصه التسجيل بتقل، وده عشان الضغط النفسي على اللعيب بتزيد. تاني مشكله في النظام ده ان ممكن اللعيب اللي انت سايبه ما تجيلوش الفرصه انه يشوط اصلا، ويبقى انت ضيعت فرصه احسن لعيب عندك على الفاضي. وشفنا ده حصل مع منتخب مصر في نهائي افريقيا ضد السنغال، لما المدرب حط محمد صلاح اخر واحد يشوط والمنتخب خسر الماتش قبل ما الفرصه تجيله. طب دلوقتي عرفنا انك هتشوط الاول، تحتفل بزياده، وتخلي احسن لعيب عندك هي اللي تبدا. بس هنا يجي السؤال، لما اللاعب يجي يشوط المفروض يشوطها فين؟ لو بصينا على الاحصائيات من 2020 لحد 2023 في الدوري الانجليزي هنلاقي ان احسن مكان تشوط فيه هو يمين الحارس في الزاويه 90. نسبتك في التسجيل لو شوط هناك تعتبر 100%، برغم كده مفيش غير اقل من 2% بس من اللعيبه بتشوط كوره هناك. طب ليه؟ معظم اللعيبه مش بيبقى عندها الثقه او المهاره انهم يشوطوا في زاويه صعبه زي دي، عشان لو قلشت منهم الكوره بنسبه كبيره بتطلع بره المرمى اصلا، وبيبقى شكلها اوحش. في معظم الوقت اللعيبه بتقرر تشوط الكوره على الارض على اي جنب من الحارس، والقرار ده بيقلل نسبتهم في التسجيل ل 85% بس. طب هل في حل احسن؟ اه، لو حاسس ان انت مش هتقدر تظبطها في الزاويه العاليه شوطها في النص. برغم ان نظريا الكوره لما تتشاط في النص بتكون اسهل الحارس، معظم الوقت الحارس بيترمي وما بيقفش في النص، وده بيخلي نسبه تسجيل ضربات الجزاء اللي بتتشاط في النص تعدي ل 90%. بعد ما عرفت هتشوط فين فاضل كام حاجه صغيره كمان ممكن تعملهم، من اهمهم انك ما تبصش على الحارس كتير. تحركات الحارس في المرمى ممكن تشتتك او تخليك تغير قرارك في اخر ثانيه. اول ما الكوره تتحط انت عارف انت رايح فين ومالكش دعوه باللي بيحصل في الجون. اخر حاجه هتعملها هو انك انت اول ما الحكم يصفر خد نفسك وما تتحركش على طول. اللعيبه اللي بتتحرك بعد صفاره الحكم على طول نسبتهم في التهديف بتقل ل 57%، بعكس اللعيبه اللي بتاخد وقتها بعد الصفاره. بعد ما عرفت المعلومات دي كلها تقدر بنسبه كبيره جدا تتوقع مين هيكسب في ضربات الجزاء. وطبعا الاحصائيات دي مش 100%، ممكن فريق يعمل كل حاجه صح وفي الاخر برضه ما يكسبش عشان قدرات فرديه. وخليك دايما فاكر ضربات الجزاء بتتكسب في المخ قبل الرجل، والعامل النفسي للعيبه والثقه هي اكتر حاجه بتعلي الفرصه في الفوز. اكتب لي في الكومنتات انت شايف مين احسن واحد بيشوط ضربات الجزاء. لو هنتكلم في اوروبا ماتلي تيسير يستاهل اللقب ده. اللعيب الانجليزي شاط في مسيرته 48 ضربه جزاء ومضيع منها واحده بس. لو تعرف لعيب تاني في بلدك عنده نسبه احسن من دي اكتبوا لي تحت، وما تنساش تعمل سبسكرايب، وممكن تتفرج على الفيديوهات التانية مننا. اشوفكم الاسبوع الجاي.